السلام عليكم متتبعي الكرة المغربية داخل أرض الوطن وخارجه. فيما يخص مسابقة كأس العالم فزون تيفي غادي تقربكم من كل صغيرة وكبيرة فيما يخص المنتخب المغربي وأخبار باقي المنتخبات. بخصوص لائحة المنتخب المغربي اللي نادى عليها وليد الركراكي، متكونة من 26 لاعب اللي هما ياسين بونو، منير المحمدي، رضا التاكناوتي في حراسة المرمى. في الدفاع كاين أشرف حكيمي، نوصير المزراوي، نايف أكرم، رومان سيس، أشرف داري، جواد ياميق، يحيى عطية الله وبدر بانور. في الوسط كاين سفيان أمرابط، عبد الحميد الصابري، سليم أملاح، عز الدين أولاحي، بلال الخنوس، يحيى جبران. في الهجوم كاين حكيم زياش، سفيان بوفال، عبد الصمد الزلزولي، زكريا أبو خلال، إلياس الشاعر، يوسف النصيري، وليد شديرة. وفي الأخير تم المناداة على عبد الرزاق حمد الله. باش نكونوا فاهمين على واحد الحاجة اللي عجباتني في قطر وما عجباتش أغلب الجماهير الأوروبية، لأنها سوف ترفض رفضا قاطعا شعارات المثلية والخمر وكل ما هو حرام، لأن قطر تريد أن تبرهن للعالم أننا نحن دولة إسلامية متشبتين بالدين ديالنا، وما يمكنش لنا أننا نخليو لكم الحرية في العيش بالثقافة ديالكم على الأرض ديالنا. رسالة للاعبين المنتخب المغربي: فحاولوا ديروا نفس مرة واحدة في حياتكم، تخليو الشعب المغربي يزيد يفقد فيكم الثقة اللي خيبتوا الظن الجماهير في أكثر من مناسبة. لا ما كنقولوش لكم فوزوا بكأس العالم، ولكن كنقولوا لكم غير تحاربوا باللل والقميص ولعبوا بقرينطة وديروا 40 مليون نسمة مغربية في عينيكم وخليوها تفتخر بكم. ولما لا يكون هذا كأس العالم فعل خير على الشعب المغربي اللي زارع فيكم واحد الثقة كبيرة أنكم غادي تقولوا الكلمة ديالكم وتجاوزوا مرحلة المجموعات. للشعب المغربي حقد على شي حاجة سميتها الإقصاء من الدور الأول. بالتوفيق ليكم والله يسر الأمور. قبل ما تخرجوا تابوناو على لاشين يوتيوب، بارطاجيو لا فيديو، ديروا جيم، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد سون تيفي، وما تنساوش تشاركونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.